بص يا سيدي، لو قلت لك ان في حاجه تقدر تتحكم في السكر وهتحسن الانسولين وهتقلل وزنك وكمان هتظبط مودك وكل ده ببلاش، هتقول ايه؟ اكيد هترد وهتقول لي فين الكلام ده؟ ما هو ده بقى اللي هنتكلم فيه النهارده. الحركه يا بطل. النشاط البدني هو واحد من اقوى الاسلحه اللي عندك ضد السكر، بس المشكله بقى ان في ناس كتير بتخاف تتحرك علشان فاكرين ان الرياضه هتسبب لهم مشاكل، وده طبعا غلط. تعال اقول لك ازاي الرياضه بتساعد مريض السكر. اول حاجه بتحسن استجابه الجسم للانسولين، يعني السكر هيدخل الخلايا بسهوله بدل ما هيتراكم في الدم. تاني حاجة بتقلل نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي، وده طبعا هيقلل احتمالية المضاعفات. تالت حاجة بتحافظ على القلب والدورة الدموية، لأن مرضى السكر للأسف عندهم عرضة أكبر لمشاكل القلب. رابع حاجة بتقلل التوتر وبتحسن المزاج، لأن الرياضة بتفرز هرمونات السعادة اللي هتساعدك تحس بطاقة إيجابية. بس خد بالك، الرياضة مش معناها انك تنزل الجيم وتشيل حديد، لا، في حاجات بسيطة جدا ومفيدة. تعال هنشوفه مع بعض. طب ايه هي بقى يا دكتور انواع الرياضة المناسبة لمريض السكر؟ اول حاجة المشي يوميا لمدة 30 دقيقة، ده هيفرق في مستوى السكر عندك بشكل رهيب. تاني حاجة في تمارين اسمها تمارين المقاومة الخفيفة، زي استخدام الاوزان الخفيفة او تمارين الجسم، دي هتحافظ على العضلات اللي بتحرق السكر. تالت حاجة السباحة وركوب العجل، دي رياضات ممتازة جدا وبتحرك الجسم كله من غير ما هتضغط على المفاصل. رابع حاجة التمارين بتاعة الاسترخاء واليوجا، دي هتساعدك انها بتحسن المرونة وهتقلل التوتر اللي ممكن طبعا يرفع السكر. لكن اهم حاجة، لو انت مريض سكر، قبل ما تبدأ اي نشاط جديد لازم تسأل الدكتور الخاص بتاعك وتبدأ بالتدريج علشان ما تضغطش على جسمك فجأة. يعني خلاص مفيش حجة، الحركة جزء من علاجك وما تستناش السكر عندك. العبها صح وابدأ النهاردة. ولو عندك اي استفسار الكومنتات مفتوحة ليك. ولو انت بتتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وما تنساش تتابع دكتور سكر علشان تعرف اكتر عن صحتك. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت واستنونا في اللي جاي.